في فيديو انا قلت فيه ان شرب 7.5 لتر ميه في اليوم ممكن يقضي عليك. تعال اقول لك ازاي. الحاله دي اسمها تسمم مائي او ووتر انتوكسيكيشن. اللي بيحصل ان جسمك مش بيقدر يتعامل مع كميه الميه دي بسرعه. الكليه بتقدر تتخلص من حوالي 1 لتر ميه في الساعه، ولو شربت اكتر من كده الميه هتبدا تتجمع في الدم، وده هيعمل مشكله خطيره جدا اسمها نقص الصوديوم في الدم او هايبوتونيريميا. الصوديوم عنصر اساسي لانه بيحافظ على توازن السوائل في الجسم، ولما نسبته بتقل الميه بتدخل جوه الخلايا وتخليها تنتفخ، واكتر خلايا بتتاثر هي خلايا المخ. المخ لما بينتفخ الضغط بيزيد جوه الجمجمه، وده بيعمل صداع عنيف، غثيان، تشنجات ودوخه، ولو الحاله ساءت ممكن توصل لغيبوبه او موت فعلي. وفي حالات موثقه لناس ماتت فعلا بعد شرب 7 أو 8 لتر ميه في ساعات قليله، مش لان الميه فيها سم، بالعكس لان الجسم غرق من جوه. الكميه الامنه انك تشرب من 2.5 ل 3 لتر في اليوم، بس طبعا توزعهم على مدار اليوم مش مره واحده. ولو انت رياضي او الجو حر زود شربك تدريجي بس ببطء. يعني باختصار الميه سر الحياه، بس لو شربتها بزياده ممكن تبقى سبب نهايتك. ما تنساش اللايك والفولو، ولو على اليوتيوب اشترك في القناه.